توج فريق جمعية سلا المغربي بكأس أبطال إفريقيا لكرة السلة بعد التغلب على النجم الرادسي التونسي في النهائي. فريق الجمعية السلوية عرف كيف ينظم طريقة لعبه للفوز بالكأس الإفريقية، منهيا حواره مع النجم الرادسي ب77 نقطة ل69. مقابله صعيبه، وحنا تنعرفوا مزيان الفريق التونسي كايكيب ناسيونال وكفرق. البطوله ديالهم بطوله مزيانه. الحمد لله حنا تفوقنا كما شفتوا. ديما تنكونوا تنتعثروا في البدايه ديال المقابله، وانما الحمد لله ليسبري دو جروب قوي وترجعوا في المقابله. البدايه كانت شويه ضعيفه في الاول، بس في الاخر الدراري الحمد لله فاقوا مزيان وقدروا يرجعوا في المقابله. وسوء القوه ديال الفريق ديال الجمعيه السلويه من الشفيق راه ما تيقدرش شي فريق يوقفوه، فهمتي؟ شفتوا على عينيكم. جاتنا شويه كبيره قاعد تطور. شوف تجيب سوق 40 دقيقه تلعبك، والمشكل فيه كي تجيك شويه لازم ترجع فيصل. احنا ما عرفناش كيفاش نرجعوا علينا في السكور ذولي، اون بليس نصور التعب اللي خلى الروسيد ما تمشيش في الاخر. ما يلزمش واحد ينسى القوه نتاع الفريق المنافس، ونعرفوا كنا نعرفوا كيف حضرنا المباراه، كنا نعرفوا انهم في كل وقت ينجموا يرجعوا. واللي فريق هذاك اذا كان ياخذ سكور ياخذ النتيجه في المباراه صعيب ياسر باش تعاود ترجع ليه.